ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ عقبال عندكم كده. ده هنا النهارده بقى هننطحن شغل. الناس بقى اللي كانت عندي في الشبكة بتاعت بيتي هم اللي عارفين ان هننطحن شغل النهارده. بصوا يا جماعة، احنا عندنا هنا كنا عاملين طبعا شبكة أميرة امبارح. يعني مثلا انا النهارده بنسجل يبقى امبارح اللي هو الجمعة. تمام كده، دي شبكة أميرة. انا بنسجل لكم الحد المفروض السبت، بس انا بعد الهلكه اللي انا انهلكتها في الشقه ما عرفتش ان انا اسجل وكده، فقلت ايه اسجل لكم النهارده يعني. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم العريس اصلا ما كانش يعني هو العريس قال اللي هو مش هيجيب حد معاه وكده. هو بيقول ان انا ما عزمتش حد ولا قلت لحد، احنا كنا عاملينها على الضيق كده عشان عندنا ظروف. بس للأسف لقينا شباب كتير كتير خالص جولنا، والمكان أصلا مش واسع، يعني المكان ضيق. المكان عندنا مش واسع، المكان ضيق خالص. حبيت اطلع لما لقيت بقى العريس جاب كراسي وجاب نور وكده وخلاص بقى العملية هتوسع. فكان طبعا هو جاب الحاجة ديت قبل ما ساعة العروسة ما راحت عند الكوافير. الكلام ده كان ساعة الكوافير، العروسة كانت عند الكوافير. جاب طبعا هو جاب طبعا كراسي وجاب نور وكده. فاحنا ايه قررنا ان احنا نشيل بقى الانتريه كله، نطلعه بره علشان خاطر نحط بقى كراسي مكانه اللي العريس جابها. الانتريه طبعا مرضاش يدخل اي اوض، ندخله الاوضه دي مش راضي يدخل، ندخله الاوضه دي مش راضي يدخل. للاسف يعني سيبنا كنبه للعريس والعروسه هيقعدوا عليها في الانتريه، وحطينا كنبه في الصاله تحت الشاشه كده. بس يا جماعه عايزه اقول لكم المكان ما كانش يعني، المكان بجد كان اخر بهدله، متبهدلنا والناس ياما، الناس كتير، وبنات بقى اصحاب اميره وناس تعرفني، وناس والله ما عزمتها جاتني ناس يعني على راسي من فوق. فالدنيا كانت متبهدله بقى، وايه مفيش مكان حتى للعريس والعروسه ايه يرقصوا فيه. بس هم برضو الحمد لله عدت على خير وبسلام. طبعا انا بقى ايه، والله مش هقول لكم ايه عملت بالليل. لا، انا نمت وصحيت الصبح بدري شويه. مسكت لكم بقى الانتريه دوت، رحت كنساه وكنساه نضيف خالص. جبت الشرشوبه بقى ايه، جت مسحه نضيفه. اللي عندكم بقى السماعات دي العريس كان جايبها. ماشي، جيب بقى ماسكالكوا بقى الانتريه كده، قلت بقى ادخله مكانه بعد ما كنست بقى كده وايه، ومسحت الحيطه برضو من تلطيش الايادي بقى بتاعت الاطفال الصغيره اللي كانوا في الشبكه. وبرضو ايه مسكت لكم بقى الانتريه كده، نفضته تنفيضه حلوه، ورحت حاطه الكنب مكانه زي ما كان، والكراسي برضو دخلتها في مكانها عشان اوسع يعني ايه، عشان اوسع بقى الصاله اطلع اعملها. بس عايزه اقول لكم عندي سجاده الصاله، انا اصلا يا جماعه ما كنتش عامله حساب ان في ناس هتيجي كتير، حد من عندنا ومن عندهم، بس كده ناس ايه اللي هي ناسنا احنا وناسهم هم بس. يعني العمليه مش هتكون ايه يعني وسعت مني. بس انا سبت السجاده بتاعت الصاله اتبهدلت بهدلة السنين حاجة. بصوا ما تتخيلوش ولا تتصوروا ايه اللي حصل فيه. اليوم ده كان شتاء وبهدلة جامدة. الدنيا بقى جت ايه بعد الصلاة بشوية كده، راحت قاعد بقى تشتي، واللي بيطلع ما بيلاحش الجزمة بره. لا للأسف دخلوا كلك بالجزم، وبقوا يرقصوا العريس وصحابه ويهبدهم وينفضوا جزمهم في السجادة. السجادة باظت. بصوا عايزة اقول لكم من اول ما الشبكة بدأت لحد الشبكة ما خلصت، وانا يعني قلبي كده بيعيط عشان السجادة بتاعتي دي اتبهدلت فوق ما اي حد يتخيل ولا اي حد يتصور. كأنك جايباها كده وحطيتيها في الشارع وقعدت تكنسي بيها الشارع كده، مرمطة جامد. طبعا انا ايه عشان اوديها المغسلة، انا طبعا بسأل يعني لما تكون السجادة موسخة جامد، قالك في ضغط هوا الأول بيدخل يطلع فيها منها التراب اللي فيها ده كله، وبعد كده بتخش على الغسيل بالشامبو بتاع السجاد وكده تعمل لها 70 جنيه، وانا اصلا بغسلها ب30 جنيه. وبرضه ممكن اغسلها في البيت بس هتبهدلني، الجو ساقعة ومعايا طفلة صغيرة، فانا مش هينفع اغسلها. لا وكمان دراعي مش هقدر اغسل بيه لان انا مركبة شرايح ومسامير. ناس تعرف يعني كده، في ناس تعرف كده، ومش هقدر اعمل ايه السجادة. فقلت يعني 70 جنيه مش مشكلة، كأني اشتريتها بيهم، نفعاني برضو فرشاها. بس اتبهدلت يا جماعة بحق ربنا حاجة رهيبة يعني.
بعد ما مسحت الانتريه زي ما شفتوا كده، انا حطيت بقى الكنب دخلته تاني. دي كانت في الصاله تحت الشاشه كده، معرفش مين اللي بصوا حته كده منها في النص كده، في اللي هي الظهر كده، معرفش مين يعني اتنتشت. حد كان مثلا اطفال بيتنططوا عليها، معرفش ايه اللي حصل. المهم ايه، ان انا هبقى المها كده بفتله سمرة ولا حاجه. عبل باذن الله كده ما اغير واجيب لي يعني انتريه نضيف كده، او اعمل ركنيه نضيفه، اشتري ركنيه نضيفه كده. بس هو برضو نفعني الحمد لله. ماشي يا جماعه كده. ايه بصوا بقى، انا بقى لميت الحاجات اللي عيالي ساعات بيزنقوا كده تحت الكنب، كتاب، قلم، ممكن ينزل دبوس من واحده من شعرها من غير ما تحس طبعا. وهنفض الايه الكنبه، وهفرش الشلتة، هحط الشلتة تاني. بس انا قلت بقى ايه، انفضه تنفيضة حلوة. برضو العيال برضو كانوا بيتنططوا عليه ولحد الصبح وانا بشتغل كده، كانوا عيالي وعيال اخويا بيتنططوا عليه. شوفوا لما نفضت حتة السفنجة اللي هي باينة دي، طلعت بصوا طلعت حاجات كده باينة في الشمس. ابو شهد هنا بقى ايه، عشان هو كان جايب فايبر يعني قريب خالص وحشيه، فزي ما تقولوا ايه بيعدل لي هنا الشلتة دي. بيقول لي ده اتبهدلت جامد، هنعمل ايه؟ ما احنا حاطينها في الصالة، مش راضية تطلع من اي حتة. يعني انا اطلعها من الباب يعني مش عارفة ازاي احنا دخلناها اصلا. لما جبناها ادخلها اوضة الاطفال مش راضية تدخل، ادخلها اوضتي مش راضية تدخل، لدرجة ان احنا وقفناها، يعني وقفتها كده على الحيط، لقيتها لك يعني كبيرة كده وشكلها باين، وممكن لو وقعت تتكسر تدشدش 100 حتة. ماشي. رموسة هنا بتسلم عليكم، وهي ونورة بنت اخويا. برضو ايه لازم كده تتك كده على الخدة دي اعدلها كده بتوع الكنبة. كان يوم يا جماعة، يوم بصراحة احلى حاجة في اليوم ده بجد ان احنا اتجمعنا كلنا مع بعضنا. انا يعني بعمل لكم لايك، بعمل لكم تعملوا لايك. بصوا يا جماعة، احسن حاجة في اليوم دوت اللي احنا كلنا اتجمعنا مع بعضنا، وكلنا شوفنا بعض، ولو حد كان زعلان من حد الحمد لله. يعني كان يوم جميل جميل خالص، كله فرح، وكلنا حلوين مع بعضنا، وعدى على خير وما فيش اي مشاكل حصلت. لان اميرة بنتي طيبة ويعني من النوع اللي هي يعني الحمد لله ربنا دايما يعني واقف معاها وكده. ربنا بيحبها يعني عشان انا بحبها، وهي مطيعة وحلوة. فاليوم عدى على خير وما فيش اي حاجة حصلت. بوريكم بقى، تعالوا اتفرجوا بقى على الصالة. بس بصوا هقول لكم حاجه، اليوم كان فظيع خالص، مكناش لاقيين مكان نقعدوا فيه وكنا بنتزنقوا في الناس. كله كان بيتزنق في اللي جنبه، مفيش مكان زي رموسة بتقول لكم كده. وادي يا جماعة السجادة اللي شافت المرار والعذاب، شافت كمية مرار عليها وعذاب عليها، بجد حاجة رهيبة رهيبة. يعني الراجل في المغسلة لما سألته قلت له هي متبهدلة، وشرحت له يعني شكلها. قال لي بتخش على ضغط الأول الهواء يطلع منها التراب ده كله، وبعدين تتغسل. بصوا بقى كده، ده ايه طقمين كده عمة أميرة جايبهم لها هدية. ربنا يخليها لنا ويديها الصحة يا رب، ويبارك في عمرها ويخلي لها ولادها يا رب كده، وتشوف نيرة ومصطفى احسن اتنين في الدنيا كلها. بصوا كلها قصدي، معلش ده طعم برضو جايباه. بصوا عايزه اقول لكم من جماله، انا بجد شايلاه عشان لما كل حد يعني، في ناس يعني ايه، امي ما شافتهوش. لا امي شافته، يعني عندي مرات اخويا بتقول لي هو جميل خالص كده، يعني بفرجهولي، كانت عندي وما وريتهولهاش، فقلت لها هبوريهولك. جميل بجد، جميل جميل كده، ومشته جميل، بتعمل حاجات جميلة تسلم ايديها. بصوا يا جماعة المنظر، بصوا المنظر عامل ازاي، الدنيا متبهدلة. ده كويس، ده انا كمان لما حاجات كتير. دول السماعات بتوعنا احنا بقى كده، انا ايه بلمهم. شدينا بقى السجادة انا وشهد، الكنبة دي تحتها طبعا حاجات انا مش محتاجاها، فبحطها فيها لانها بتنفتح الكنبة دي. فشدنا كده ايه، شدنا انا وشهد السجادة من تحتها،
علشان انا هوديها بقى المغسله، يعني هوديها المغسله تتغسل. فطبعا شدينا السجادة وخلينا الأرض كده على البلاط. عندي بقى أنا حصيرة شايلها للمناسبات اللي زي دي، يعني ايه في الصيف انا ساعات بفرش الحصيرة دي، بس الحصيرة دي بتنفعني لما بكون ايه غاسلة السجاد. لما بكون مثلا ايه السجادة مثلا احنا بقى داخلين مثلا على مناسبة او عيد بغسلها، او لسه غسلاها مثلا وهي متنشرة على السطح فوق، بفرش الحصيرة ديت زي ستيبل كده نافعة يعني. فطلعت الحصيرة بعد ما سيقت البلاط ونضفت ومسحت الحيطان، لان الحيطان متلطشة من ايدي الاطفال الصغيرة اللي كانت في الشبكة، ومسحت كل حاجة. وعلى فكرة كنت مدربكة النيش قبل الشبكة بيومين، وقلت هرصه، وللاسف بعد ما دربكته مش عارفه رحت اجيب اكل للشبكه وبقيت اروح هنا واروح هنا. قلت لهم ارموا الحاجه فيه زي ما هي لحد بالليل هعمل. جيت بالليل نمت وما رصيتش حاجتي، بقيت بصوا بحط كده عشوائي كده تمام كده. بصوا اهوت هفتح بقى الشباك ده على منور بيدخل هوا، بس الجو كان طبعا تلج الصبح، احنا كنا بدري ميعاد المدارس كده الساعة 6 كده، كانوا العيال صاحيين. مرضتش، ما كانش يعني ما كانش ينفع افتح الشباك ده، كان هيدخل تلج. يعني في الوقت اللي انا بعمل فيه ده الدنيا تلج اصلا، لو كنت فتحته الصبح بدري كانوا هياخدوا برد وكده. فانا قلت لما يتأقلموا على الجو بتاع الشقة وكده نبقى افتح الشباك. بصوا بقى اهو لميتها يا جماعة، مش ما اوصف لكم ايه ده. بصوا لونها عامل ازاي، حتى باين خالص. المفروض اللي في القلبية ده ابيض، لونه بيج بني من كتر الوساخة اللي فيها. اصلا وما بيدوس عليها كانت عاوزة تترمي. كانت متبهدلة جامد. اهو بقى ايه بلمها، ما هي دي بقى ايه، ما ينفعش انك انت تبرميها كده تلفيها زي سجادة الانتريه، لان ديت كبيرة، وانا طبعا هوديها في توك توك، هتبقى طالعة بقى من التوك توك، وممكن اللي هو صاحب السواق يعني بتاع التوك توك يتضايق ولا حاجة. قلت الفها له كده يحطها على الكرسي اللي ورا، وتروح بقى تتغسل بقى وتنضف عشان لما تيجي افرشها. والله عايزه اقول لكم احنا لما قعدنا على الحصيره على البلاط كده، انا ما يا دوبك اتعشيت بس وما طقتش اقعد من كتر التلج اللي طالع من البلاط. برضو الحصيره مش يعني ما تنفعش في الصيف في الشتاء، الحصر ديت في الصيف. وانا برضو ما بفرشهاش غير في لما يكون غاسله حاجه افرشها ماشي. بصوا البلاط عليه تراب ازاي، البلاط مليان تراب اصلا، مليان تراب، السجاده بتشيلها تنزل منها تراب. دي غلطتي، عشان انا المفروض كنت شلتها من بالليل، انا اللي غلطانه ان انا ما شلتش السجاده واتبهدلت كده. هكنس بقى ايه، وبعد كده همسح برضو بالشرشوبه كده. بس عايزه اقول لكم ان انا رجلي كانت هتتكسر والله، كنت كبيت صابون سايل، رغم ان المشاية اللي انا لابساها في رجلي فيها يعني زي بزابيز كده من تحت، يعني ما تخلينيش ازحلق، رجلي كانت هتتكسر. بصوا بقى يا جماعه كده زي ما انتم شايفين اهو الدنيا نضفت خالص. تعالوا بقى شوفوا الصاله بعد ما اتكنست بقى كويس خالص واتمسحت كده بالشرشوبه برضو، مفيش بقى الا القطر بتاع لولي، والسجاده على جنب اهوت، والكنبه هي برضو اتنفضت حلو، والجدار دوت انا مسحته ومسحت الشاشه، وخدت الجزمه برضو شلتها وكنست وراها ومسحت. باذن الله هنعمل احنا الحاجات اللي في الحيطه ديت، الجدار ده هنعمله كله بلاط، هعمل مكان طبعا للشاشه باذن الله، يعني لما ربنا يسهل وكده، عشان انا اصلا يعني الحته دي مزعلاني جامد. هو الباب لسه، باب الاوضه لسه هيتغسل ما غسلتهوش. هنا بقى المطبخ اهوت، رموسه واقفه هناك اهي، ما عنديش بس غير الحله اللي هي في الحوض دي اللي عايزه تتغسل حلو. المطبخ اهوت بعد ما نضف ما فيهوش حاجه الحمد لله اهو. برضو يعني المواعين كانت كتير، المواعين كانت حاجه رهيبه، حاجه بصوا لا تطاق. ايه ده المواعين دي كلها بتاعت انا ما احسبش الفرح كده يعني، لا ما احسبش. انا عملت شبكه مرتين ما كانش بالمنظر ده.
بس انا بقى بقول ايه، بعد كده اي مناسبة عندي هجيب طباخ، ما تعبش نفسي، هو يوكل ويشرب ويعمل كل حاجة احسن لي. انا تعبت انا واخت جوزي بجد جامد يعني، ربنا يديها الصحة ام محمود، واخوات جوزي برضو ربنا يخليهم لنا كلهم ويدوم الصحة يعني، محترمين.